بيبدأ الفيلم مع راجل كبير في العمر اللي بيكون داخل السجن بتهمة إن هو خلص على زوجته، وبعد كده بيطلع بعد ما تثبت براءته لأن موت زوجته كان عبارة عن حادث. لكن ابنه ريان بيكون عايش على بيع الحشرات بعد ما أمه ماتت وأبوه دخل السجن، وقدر إن هو يعتمد على نفسه على الرغم من إن عمره صغير. وبنتعرف بعد كده على صديقه كارلوس اللي كان بيساعده في كل الوقت. وبعد فترة قصيرة بيرجع ريان للبيت، وهناك بيشوف أبوه في الغرفة، فبيفهم إن أبوه طلع من السجن، لكنه ما بيهتمش لما بيرجع وبيروح على غرفته. وهناك بيقعد يفكر في مواضيع مختلفة لحد ما بيجي أبوه ويدخل غرفته وبيحاول يسلم عليه ويقوله إن هو مشتاق له، لأن ابنه ريان ما كانش بيزور أبوه في السجن أبدا. وده بيكون أول لقاء ما بينهم بعد دخول أبوه للسجن. والأب بيطلب منه إنهم يقعدوا شوية على المائدة علشان يحكوا شوية في مواضيع عن البيت والشغل. وعلى المائدة بيقوله انت ازاي قدرت تعيش لوحدك وتعتمد على نفسك في كل الوقت ده. فريان بيرد عليه وبيقوله حتى لو انت كنت موجود ما كانش هيبقى فيه فرق. فأبوه اللي اسمه ناينس بيقوله ان هو عايز يتجوز علشان يجيب واحدة تعتني بالبيت وتخدمه، لأن ريان مش هيقدر يتحمل كل أشغال البيت. بس ريان ما بيردش عليه وبيرجع تاني لغرفته. وفي اليوم التاني أبو ريان بياخده لغرفته وبيقعد معاه، وبعد كده بياخده على الفلاحة بدل ما يلم الحشرات ويبيعهم يشتغل معاه في المزرعة. ولما بيوصلوا ريان بيرفض ان هو ينزل، لكن ناينس بيجبره ان هو ينزل بالقوة. وريان بيسأل أبوه ان هو ازاي هيتجوز ويجيب امرأة للبيت ولسه أمه ماتت قريب. فالأب بيرد عليه وبيقوله ان موت والدته قضاء وقدر وهو ملوش أي سبب بيه. فريان بيرد عليه بيقوله انت عشان كده دخلت السجن بتهمة انك خلصت عليها. فأبوه بيقوله انه لو فعلا كان خلص على أمه ما كانش قدر يطلع من السجن براءة. لكن ريان ما بيهتمش بكلامه لأنه بيكون متأكد إنه هو اللي موت أمه. وبيقول لأبوه إنه مش هيحضر فرحه لأنه مش هيكون مرتاح بزواجه، وبيعرفه كده وبيمشي. لكن طبعا أبوه بيتضايق فبيسيبه في المزرعة لوحده، وبيخلي ريان يرجع مسافة دي كلها ماشية على رجله. وفي البيت بيكون ريان مربي عقرب سام، وكل يوم بيجيب حشرة جديدة علشان يربيها. وفي اليوم التاني بيرجع أبوه وبيقعد معاه وبيقوله إن هو شاف امرأة مطلقة ووافقت إن هي تتجوزه، ووافقت إن هي تعتني بيه هو وابنه. وبعد كده أبوه بياخده علشان يعلمه السواقة، لكن ريان بيمشي وما بيرضاش. وبعد كده بيقوله إن هو هياخده يشتغلوا في مزرعة، فبيجمعوا قطع خشب علشان يعملوا أماكن شجر ونباتات. وبمرور الأيام بيبقى عندهم خضروات وفاكهة علشان ما يفضلوش يشتغلوا عمال عند حد في مزارع تانية. يعني كده بقى هم عندهم مزرعة خاصة. وهناك بيروح لهم شخص بيبقى صديق ناينوس وبيقول له إن مراته الجديدة منتظراه في البيت لأن هو وصلها لبيتهم. وريان طبعا بيكون في حالة عصبية لما بيرجع للبيت وما بيرضاش يشوفها، وبيدخل الحمام وبيغسل ايده من التوتر. وتاني يوم بيروح لغرفته وبيكون باباه خارج البيت، لكنه بيفضل يراقب مراته الجديدة لما بتكون قاعدة بتغير ملابسها. وفجأة ليفان مرات الجديدة بتشوفه وبتغطي نفسها. وبعد كده ريان بيروح يحكي لصديقه ويقوله إن أبوه اتجوز من بنية شابة عمرها 20. فصديقه طبعا بيضحك لأن أبو ريان بيكون عمره 55 سنة. وفي البيت ليفاني مرات أبوه بتعمله عشاء وبتنظف البيت وبتحاول تقدم الأكل لريان، وبتقوله إن هي عملت له أكله المفضل اللي زي ما كانت مامته بتعمله له بالظبط. لكن هو بيرجع الأكل اللي هي عملته. وفي اليوم التاني مرات أبوه إيفاني بتغسل كل هدومهم، وفجأة بتلاقي ريان قدامها وهو بيشوفها، فبيقرب كده من العقرب ناحيتها فبيخوفها. لكن هي طبعا بتضحك وبتطلب منه ان هو ما يقطعهاش وهي بتشتغل. وريان بيحاول يساعدها وبيسألها عن السبب اللي بيخليها تتجوز من شخص قد ابوها، فهي بترد عليه ان هي ما كانش عندها اي خيار تاني لان هي امرأة مطلقة ولازم تتجوز بسرعة قبل ما تصير سيرتها على كل لسان. وهو يقول لها ان هي من حقها تاخد شاب صغير علشان ما تضيعش عمرها مع ابوه الكبير. وريان بيلبس قميصه اللي هي غسلته، وهي بترد عليه وبتقوله انت شكلك وسيم فيه قوي. فهو بيضحك على كلامها وبيقول لها ان هو شخص مناسب ليها علشان تعيش معاه بدل ما تعيش مع ابوه الكبير.
وهنا بيحاول انه يقرب منها وبيبوسها، لكن هي بتبعد وبتطلب منه انه مش يعمل كده مرة تانية. فهو يضحك ويقولها انه عارف ان هي اكيد مستمتعة بالشي ده لانه كان بيراقبها من بعيد. فهي بتتوتر وبتسيبه وتمشي، وريان بيروح يخرج مع صديقه علشان يروحوا للمسبح، وليفان بتقعد في البيت مع الأب. لكن لما ريان بيرجع وبيفتح التلاجة بيلاقيها كلها أكل، لأن إيفان كانت طبخت ليهم كل الأكل اللي هو بيحبه. لكن اللي بيزعج ريان أصواتهم اللي بتكون طالعة من الغرفة، وزي ما انتوا عارفين. وبعد فترة صغيرة بيروح ريان علشان يتأكد إن أبوه نايم ولا لأ، ولما بيتأكد بيمشي من البيت من دون علم أبوه، وبيرجع مرة تانية للفجر. وهنا بيشوف لياني وهي قاعدة في حمام السباحة، لكنه لما بيشوفها هي ما بتهتمش بيه، لكن هو بينتهز الفرصة وبيحط العقرب جوه فراش أبوه. ولحسن الحظ إن الأب بيحس بالعقرب قبل ما يقرصه، وبيهاجم ابنه بعدها وبيسأله إن هو اللي حط العقرب جنبه وهو نايم ولا لأ. فريان بيرد عليه وبيقوله فعلا أنا اللي حطيت العقرب. فالأب بيضربه وبيضرب ابنه قدام ليفاني، وبيقتل العقرب اللي كان مربيه كل الوقت ده. وتاني يوم الأب بيقول لريان إن اللي حصل امبارح ده ياريت ما يتكررش تاني، لأن هو بيحاول إنه يوفر مستقبل كويس لابنه، لأن نينوس مريض قلب وعلى أي لحظة ممكن يفقد الحياة. وعلشان كده بيطلب من ابنه إن هو يكمل المزرعة اللي بنوها سوا، علشان عايز إن ريان يكون فلاح كويس في المستقبل ويشتغل في مزرعته الخاصة بدل ما يشتغل عند حد ويفضل يلم الحشرات ويبيعهم. لكن ريان بيكون مش مهتم بكلام أبوه، وبيفضل حاقد على أبوه علشان اتجوز واحدة قد بنته، وبيقوله حتى لو انت مت أنا مش ههتم. وفي البيت بيفضل ريان فاتح موسيقى بصوت عالي، فده بيضايق أبوه جدا، والأب بيتعصب من الصوت العالي ده فبيغادر البيت. وبعد كده ريان بيروح لغرفته وبيفكر ان هو يخطط خطة خطيرة لأبوه، وبيروح لمجموعة خطيرة وبيطلب منهم انهم يخلصوا على أبوه، وبالمقابل هيلبي كل طلباتهم وينفذ أوامرهم. وبيرجع بعد كده للبيت بعد ما بيتفق معاهم، لكن لسوء الحظ الجماعة دي بتكون أصدقاء أبوه، فبيقولوله إن ابنه وزوجته ليفاني اتفقوا إن هما يتخلصوا منه علشان ياخدوا البيت والمزرعة ليهم، وبيقولوا إن زوجته خانته مع ابنه. لكن هو بيقول لهم إنه إزاي هيصدق الكلام ده، فبيرد عليه إن ابنه ريان هو بنفسه اللي اعترف بكده. وبعد كده الأب نانوس بيفضل قاعد في البيت قدام ليفاني بهدوء، وبعد كده هي بتسأله لو كان هو بخير، فنانوس بيسألها هي فعلا خانته مع ابنه، وليفاني بتقوله إن هي انجبرت على الزواج ده، وإن هي ما كانتش عايزة تتجوز من البداية، لكن لما شافت ابنه ريان انجذبت ليه وحبته. ونينوس بياخد ابنه وبيروح للمزرعة زي كل مرة، ولما بيوصل بيبدأ ريان بيشتغل بحماس، والأب بيسكت وبيفضل شغال من دون أي كلام لحد ما بيجيب السكينة وبيحطها في خشب، وبيقوله هي دي السكينة اللي طلبت من الناس إن هم يخلصوا عليا بيها. وريان بياخد منه السكينة وبيضمها، فالأب بيسأله عن السبب اللي يخليه يعمل حاجة زي كده، فبيقوله إن هو بيعمل كده علشان هو خلص على أمه واتجوز عليها بدون أمه ما تكمل سنة على وفاتها. والأب بيضرب ابنه كف وبيقوله إن هو نسخة من أبوه، لأنه برضه دخل في علاقة مع ليفاني بدون ما يحترم وفاة أمه. والأب بيمشي من المزرعة وهو حزين من تصرف ابنه الوحيد اللي لسه بيعتقد إن هو خلص على أمه. وريان بيفضل يتريق على أبوه لحد ما نانوس أبوه بيقع وبتصير عنده سكتة قلبية. ولما الأب بيغمى عليه ريان بيجري عليه علشان يشوف جسمه، لكن ما بيلاقيش حركة، فبياخده ويروح بيه على المستشفى. لكن الأطباء هناك بيقولوا إن أبوه مات وفارق الحياة، لأنه هو أصلا كان عنده مشاكل في القلب. ساعتها بقى ريان بيفضل يعيط وبيكون حاسس بالذنب من اللي عمله، وبيخلص الفيلم على كده.